تخيل بمنتهى البساطة رسالة توصل من شخص متوفي لأهله تطمنهم عليه. تعال أقولك إزاي. مفيش شك إن كلنا مروحين مهما طال العمر، وبعد انتهاء الرحلة بيكون متهيأ لنا إن خلاص مفيش أي وسيلة تواصل. لكن تعال شوف معايا كده الحكاية. نبدأ بالرسائل البسيطة اللي هي بتكون عبارة عن رسالة عامة بيحسها معظم الناس. وعشان نفهم إيه هي الرسالة البسيطة لازم نكون عارفين إن الرسالة هي وسيلة للاطمئنان أو وسيلة لنقل خبر أو مجرد تواصل، ممكن يكون بكلمة أو بنظرة أو حتى إشارة. أبسط رسالة ممكن توصل من شخص متوفي عزيز عليك وكنت قريب منه، فأنت أكيد عارف عنه. إذا كان إنسان كويس بيؤدي فروض ربنا، بيصلي، بيصوم، بيؤدي الزكاة، إذا كان قادر بيجتهد في الأمور الحلال، بيجاهد نفسه للابتعاد عن الأمور الحرام، وعلى الرغم من حزنك إلا إنك بتبقى مطمن عليه لأنك عارف ومتأكد وبنص القرآن وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. دي أول رسالة بتوصل. رسالة تانية من نوع جديد بعد رحيل إنسان مقرب ليك. يجيلك واحد ما كانش يعرف إنه اتوفى ويسأل عليه، فلما تقوله على الخبر تلاقيه يتفاجأ بالخبر ويقولك إنه كان بيساعدني مثلا كل شهر، ده كان بيديني مبلغ كل شهر بوصل له الأرملة بتربي أيتام، ده كان بيعمل كذا، ده كان بيساعد في كذا. والله كل دي رسائل بتوصلك من المتوفي بيطمنك عليه. في نوع تاني مهم من الرسائل بتوصلك من المتوفي، ودي بتكون في المنام على شكل رؤية أو حلم بتحلم بيه. وفي حقيقة الأمر إنك بالفعل ممكن تلتقي بالمتوفي أثناء النوم. في عالم البرزخ، في العالم ده بيلتقي الأحياء مع الأموات، وممكن يتكلموا وممكن يقعدوا مع بعض وممكن يفضلوا مع بعض لوقت يحدده الله، وبعدها تنصرف الأرواح. وبتكون عبارة عن نوعين: الأرواح الممسكة اللي هي للمتوفيين، والأرواح المرسلة التي هي تعود إلى أجسام الأحياء. وعشان كده من دلوقتي لازم يبقى عندنا أدوات الرسائل دي بالعمل الصالح والاجتهاد في فعل الخير والدعاء للذين سبقونا للقاء رب العالمين بأنهم يكونوا في أحسن حال. اللهم ارحم جميع موتانا وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اختم أعمالنا بما تحبه وترضاه، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. على فكرة للأمانة أنا ما فيش مرة طلبت منكم الاشتراك والمتابعة، لكن حرام المجهود والوقت والمضمون اللي بقدمه لك ده ما يشفهوش إلا عدد قليل جدا وما يستفادش بيه أكبر عدد من المسلمين. دعمك بالمتابعة والاشتراك في القناة ومشاركة المحتوى أفضل دعم للاستمرار.